برمضان بنكف عن كتير أشياء بحياتنا، بس أهم كف إنك تكفي عن أذى نفسك. تكفي عن تحميل قلبك فوق طاقته باسم الطيبة، تكفي عن السكوت عن وجعك باسم الصبر، نكف عن قول ما بهم وهو بالحقيقة بهم وبيوجع. رمضان هو شهر توازن، مو بس بين الروح والجسد، ولا بس بين الدنيا والآخرة، كمان بين العطاء للناس وبين حماية حالك. مو كل شي لازم نتحمله، مو كل كلمة لازم نبلعها، ومو كل صمت اسمه قوة. الله ما طلب مننا أنه نأذي حالنا لنكون صالحين، ولا طلب مننا أنه ننسى نصيبنا من الراحة والكرامة. يمكن الصيام مو بس أنك تجوعي، يمكن كمان أنك تصومي عن كسر نفسك، وتصومي عن السكوت يلي عم ينهشك من جوا، وتصومي عن التضحية يلي عم تستنزف روحك. لأنه القلب الطيب إذا ما تعلم يحمي حاله بيتعب وبيصير يعطي أقل من طاقته. برمضان خلي نيتك مو بس تتمسكي عن الأكل، خلي نيتك كمان إنك تتمسكي عن ظلم نفسك، لأنه حماية النفس مو أنانية، هي أمانة. ويمكن أقرب عبادة لله هي راحة روحك، إنك تقولي لأ لشي عم يكسرك من جوا ويضغط عليكي. لأنه برمضان نحن منكف عن الشهوات، بس في كف أعظم من هيك، إنك تكفي عن تحميل قلبك وروحك فوق طاقتهم.